مجيتش باش نهدر. حيت ما تسرطاش ليا. خصني نهدر. هادشي ما كيبان ليا بحال ضيعنا الحلم من بين يدينا. كيفاش تضاع الحلم من بين يدينا؟ هذا هو الحاجة اللي ما نقدرش نستوعبها. يعني حنا غلبتنا فرنسا، وفرنسا غلباتها اسبانيا، وحنا ديجا كنا كنغلبو اسبانيا. غلبناها في 2022 و واسبانيا كانت تعادلت مع كاب فيردي في الادوار الاقصائيه الاولى. ف شوف معايا الفيديو، هذا الفيديو هذا كيخليك تحسر. واخا حنا فرحنا ومخصناش نفرحو، حيتاش هادو اسبانيا ماشي المغرب. اسبانيا هي اللي دات الكاس. لامين يامال مغربي، ولكني ما اختارش المغرب، ما اختارش يلعب مع المغرب. دونك ما كيلاش اننا نحاولوا يعني نبينوا بانه عنده انتماء للوطن اللي هو المغرب. هو ما عندوش انتماء، عنده انتماء لإسبانيا بحكم أنه تولد وتزاد تما. الوالد ديالو مغربي ولكن هو ما عندوش انتماء للمغرب. سو غنشوفوا هاد الفيديو هذا اللي وانت كتفرج فيه كتحس بواحد الحسرة كبيرة. يعني كنا على بعد خطوات من أننا ناخذوا كأس العالم. دونك فرنسا اللي كنا خايفين منها ما داتوش، انجلترا ما داتوش، و الارجنتين وميسي حتى هما ما داوش. دونك ما عرفتش، والله ما عرفتش. كنا قراب بزاف، ضيعنا فرصة اللي كانت ساهلة ما بين يدينا. كون ضربنا فرنسا نديوه، كون ضربنا غير فرنسا نديوه. حنا كنعرفو كيفاش نلعبو مع اسبانيا. دونك غنشوفو الفيديو الملك ديالهم كيستقبلهم. شوف معايا الفيديو. دونك انت كتفرج في هاد الفيديو كتخيل بان اللعابة ديالنا هما اللي داخلين هاد الدخلة هادي وفرحانين حنايا بالانجاز. صراحة ما نقدرش نتقبلها الصراحة. الله. ملك إسبانيا يستقبل منتخب بلاده المتوج بلقب كأس العالم. كنا قراب بزاف، كنا قراب بزاف. ماشي السي وهبي. السي وهبي هو المسؤول على هاد الخروج. واخا هو راه دار واحد الانجاز بانه خرجنا من من ربع النهائي، ولكن في نفس الوقت كان قريب انه كان يقدر يعطيك شر. هذا هو علاش بقى فيه الحال انا. كان انه السي وهبي يقدر يعطيك شر، كان يقدر يزير فرنسا، كان يقدر يزير فرنسا ويقدر يزيد قدام وياخد الكاس. هذا السيناريو اللي غادي مع الحقيقة. اما الا كانت داخله السياسه في هذا الشيء فهذه حاجه اخرى وهضره اخرى وما نقدروش نلومو. ولكن الا كانت الامور كانت غاده بحياديه ومصداقيه، راه السي وهبي راه فرطتي وكررتي كاع. يعني ما كانش خاصك تزير الدراري باش يضربوا فرنسا يحيدوا علينا. وكنا على الاقل نمشيو للفينال، ماشي نخرجوا من الكارت فينال. مي الا ما ديناش اللقب كنا غنخرجوا من الفينال. كنتي غتحقق واحد الانجاز كبير، وكنتي غادي تكبر في عين المغاربه بزاف، وبنادم غيحتارمك بزاف، غيعطيك واحد الرتبه اللي عاليه بزاف. وكذلك اللعابه ديالنا اللي خاصهم الخدمه. واخا خاصهم الخدمه، الجرينتا كاينه، ولكن خاصهم الخدمه. فلا تكتيكيا لا بدنيا
لا نفسيا اللي هي اول حاجه اللي كيعتمد عليها اللاعب. اللاعب خاصو يكون مهيئ نفسيا مزيان اكثر من انه يكون مهيئ بدنيا. لان انا كان بالنسبه لي انا التهيئه النفسيه كتلعب واحد الدور ديال 85% حتى 90% من اللاعب. يعني الا كنتي مهيئ وزارع فيه ديك الروح ديال انه خاص تلعبوا كجروب كاملين، وما تكونش الانانيه والجرينتا ديال انك هاد الدرابو هذا خصو يطلع لفوق، ما يهبطش لتحت، ما عمرو يهبط لتحت. دونك هادي كنظن من الحاجات وقيلا اللي ما كتقالش في الكواليس، او لما مركزينش عليها بزاف. حيتاش سوا بكل واحد وعنده استراتيجيه ديالو، كل مدرب وعنده استراتيجيه ديالو، ولكن انا من وجهة نظر ديالي كنشوف بان هذا هذا هو الصحيح، ولا يصح الا الصحيح. يعني اللاعبين خاصهم يتهيئوا نفسيا باش من يدخلوا الماتش ياكلوا الخصم ديالهم صافي. يا البحر امامكم والعدو وراءكم، ما كاينش يعني يا تصيب يا تخيب. و ثاني داك اللاعبين اللي عندنا في خط الوسط في الهجوم، ولا عندنا مشاكل بزاف خط الوسط، في الهجوم، في الدفاع، كاين بزاف ديال المشاكل. ولكن اللاعبين عندهم ما يعطيو، غير ما السيوابي ما عرفش يخرج منهم هذاك الشيء اللي فيهم كامل. ما عرفش يخرجوا منهم. و وخاصنا راس حربة يكون واعر يعوض السيباري، وخاصنا جناح اللي كيعوض الزلزولي، يعني ولا يكون قوى من الزلزولي. الا كانوا عندنا هادو كنظن اي فريق يجي قدامنا نقدروا ناكلوه. ثقه في الله باننا نقدروا نديروه، فهمتي. الفريق عندنا قوي، وحاليا هو في الاوج ديال العطاء ديالو. دونك خاصنا نستغلوا هاد الشعله اللي كاينه ديال الفريق الوطني. راه كاينه واحد الشعله حاليا من 2022 وهي كاينه، خاصنا نحافظوا عليها ما تطفاش، حيت لا طفات وداع لكرة القدم المغربية. وممكن تمشي واحد السنين عاوتاني 10 سنوات 20 سنة الى الجيل اللي غادي يجي مورانا، ولا الجيل اللي بعده عاد باش غادي تبدا ثاني ترجع الشعلة عاوتاني. دونك انا هادشي اللي كيبان ليا اللي خاصنا نركزوا عليه هو هاد النقاط ديال الجانب النفسي ديال اللاعبين. خاص تكون التهيج ديالهم نفسيا باش ملي يدخلوا للملعب يعطيو كل ما عندهم. و الا كانوا عندك مشاكل في التشكيله ديال اللاعبين، خاص يكون عندك احتياط دائما، وتكون موجد لاعبين بدلاء يكونوا متساوين مع اللاعبين اللي داخل الملعب. هذه نقطه هي مهمه. وانا كنظن داك الماتش ديال فرنسا كنا نغلبوه، كما قلت لكم كنا نغلبوه. يعني هما 11 وحنا 11، يعني كل لاعب غيتكلف باللاعب ديالو. صافي يعني الامور راها غادا تكون مضبوطه. الا كان اللاعب المغربي مهيئ نفسيا، راه نقدروا نديروا المفاجاه، ونقدروا كاع كنا نماركيو عليهم حنا جوج، ماشي هما اللي ماركيو علينا جوج. سي وهبي كنشكروك على داكشي اللي قدمتي، ولكن راه كما قلت راه خاص اعاده النظر في امور كثيره. لان هاد اللحظه هادي كنا نقدروا نكونوا حنا اللي في هاد اللحظه هادي، وكان يستقبلنا الملك محمد السادس نصره الله، و كان الشعب المغربي غادي يفرح، وكانت غادي تكون واحد المفاجأة كبيرة للعالم كله. والناس كاملة كانت غادي تحترم الراية المغربية، يعني غادي تحترمها بواحد الشغف. كما غادي تشوفها غتحس بواحد الشغف. وكان بإمكان ديالنا نديرو هادشي، ماشي صعيبة.
غير هو كاين أنا داك الشيء أصلًا ما بان ليا ماشي منطقي، داك الشيء اللي وقع كامل بان ليا ماشي منطقي ما عرفتش علاش، وإذا كان ماشي منطقي علاش فرنسا خرجات حتى هي من النصف النهائي ما كمّلاتش، دونك كاين بزاف ديال الألغاز اللي ما عندهمش الأجوبة، وكنشكروا اللاعبين حتى هُما على داك المجهود اللي بذلوا، وداك العطاء كامل اللي داروا في دوك ال6 الماتشات اللي تكرفسوا فيهم الصراحة. كرة القدم أنا من وجهة النظر ديالي ما كتلعبش بالقوة، كتلعب بالعقل. خاص اللاعب يكون كيلعب بعقلو ماشي بالجهد، ماشي جاهل، كتضيّع ديك الإنرجي ديالك في التيران، خاصك تكون كتلعب بالعقل ديالك، كتعرف إمتى توظّف الجانب البدني، وكتعرف إمتى ترتاح، وسط الملعب كترتاح، يعني كيكونوا فجوات كترتاح فيهم وسط الملعب، واخا كيكونوا ماتشات صعاب، الماتشات الصعاب إلا هادو كيكون المدرب هو اللي كيتحكم فيهم، هو اللي كيعرف يجيريهم عن طريق اللاعبين بطبيعة الحال، كيوظّف بعض اللاعبين باش كيكونوا مثلًا كيحيدوا داك الخطر اللي كيكون كيتشكل على المرمى ديال المنتخب، و صراحةً ماشي مشكل، نعوّضوها في كأس العالم اللي غادي تنظّم في المغرب إن شاء الله.